بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن وضع المرأة في عصر الدولة الإسلامية وعن الزواج في صدر الإسلام. أولا، وضع المرأة في عصر الدولة الإسلامية. كانت المرأة العربية تتمتع بقسط وافر من الحرية، وكانت النساء في عهد الخلفاء الراشدين يحضرن مجالس العلماء ويسمعن خطب الخلفاء. واشتهر من نساء العرب في هذا العصر عائشة أم المؤمنين، التي ضربت بسهم وافر في الفقه ورواية الحديث والأدب والتاريخ، وأختها أسماء بنت أبي بكر، وقد اشتهرت برواية الحديث والشجاعة والكرم. وكان للمرأة دور بارز في الحياة السياسية، فقد قادت السيدة عائشة جند المسلمين يوم الجمل، وعكرشة بنت الأطرش التي اشتركت في الحرب بين علي ومعاوية، وكانت تحرض الجند على معاوية. ومن شهيرات نساء العصر الأموي أم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة، وكان الوليد يستشيرها في مهام أمور الدولة، وكان لها الفضل في كثير من الأعمال الجليلة التي قام بها في الدولة. ومن أبرز نساء الدولة الإسلامية سكينة بنت الحسين ابن علي، سيدة نساء عصرها، وأشهرن علما وثقافة. وقد اجتمع إليها يوما جرير والفرزدق وكثير وغيرهم، فنقضت شعر كل منهم وأجازت لكل منهم 1000 دينار. ومن النساء العربيات من نبغ في أيام العرب والنجوم، ومنهن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، التي وفدت على هشام بن عبد الملك وأظهرت فراستها ومهارتها في أخبار العرب وإشعارهم، فأمر لها ب100,000 درهم وردها إلى المدينة. ومن النساء من نبغ في الطب، ومنهن أم عطية الأنصارية، التي قيل أنها غزت مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 7 غزوات، فكانت تصنع للجند الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى. ومنهن أيضا رفيدة، التي كانت تداوي جرحى المسلمين في يوم الخندق، وكانت قد اتخذت خيمة في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لهذا الغرض. الزواج بقى في عصر صدر الإسلام. وكانت حفلات الزواج في صدر الإسلام غاية في البساطة، ولا دل على ذلك من زواج السيدة فاطمة بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من بعلي بن أبي طالب. وكان للزواج عند العرب يومان: يوم الأملاك وهو يوم العقد، واليوم الثاني يوم النباء وهو يوم الزفاف. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله، وشكرا على حسن الاستماع.